قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بقالي كتير قوي ما اتكلمتش معاكم، عاملين ايه؟ النهارده عايزين نتكلم في كام حاجه كده. والله انا فاتحه الفيديو مش مجهزه اي حاجه، بس انا حابه ان انا اتكلم معاكم كده. يعني لعل الكلام ده يأثر في حد ويوصل يعني لقلبه على طول. اوكي؟ عامه، انت بقى طالب جامعه، طالب تالتة ثانوي، طالب اعدادي، ايا كان مرحلتك الدراسيه ايه، انت واقف ليه؟ يعني انا لاحظت ان السوشيال ميديا عامله عليكوا ضغط ان انت لازم تخلص الماده في يوم. لو انت مثلا جامعه ما بتذاكرش وبتقول هنعوض في الفاينل. مثلا لو انت طالب تالتة ثانوي شايف ان انت لو بدأت دلوقتي مش هتلحق عشان مدرس، يعني مش عايز اشتمه لانه قد والدي فربنا يسامحه. وانت مين قالك انك لو بدأت دلوقتي هتلحق؟ نعم. هو انت كمان انت تتحكم في مين هيلحق ومين مش هيلحق؟ يا جماعة خلاص، الغش مفيش غش ومفيش سماعات. الى حد ما لغاية دلوقتي مفيش ولا غش ولا سماعات. ليه؟ عشان خاطر شاومينج ده اعتزل خلاص وقال ان هو بقى مفيش تسريب امتحانات ولا الكلام ده. يعني انا شايفة ان الفترة اللي فاضلة على امتحاناتك كطالب ثانوية عامة كافية جدا 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 انك تذاكر وتلم وتحل كتير. فقدان الشغف او الاحتراق النفسي او انتكاستك في الصلاة، كل الحاجات دي عارفة ان هي بتأثر عليك. لان انا يا دوبك بدأت افوق يوم 12/4. انا من بعد رمضان وانا الدنيا معكوكة معايا، مذاكرة وصلاة، كل حاجة رجعت تبوظ تاني. والحمد لله بدأت ان انا ارتبها تاني. مش بقولك ان انا سوبر هيرو وان انا واو انا رتبت حياتي وانت لا فاشل. انا بحب ان انا اظهر الجانب الحقيقي جدا. والناس اللي بتكلمني واتس وبتكلمني تليجرام وطلاب المتابعة واللي بيشوفوا ستوري الانستا كل دول عارفين ان انا بظهر الجانب الحقيقي زيادة عن اللزوم. يعني هو انا دلوقتي تعبانة فانا بعتها ان انا تعبانة وموريه لكم الادوية وكل حاجة. فانت مش لازم تدعي المثالية، عادي. عادي جدا، انت مش عمو بتاع الربابيكيا بيجي يبوظ لي حياتي ويمشي. ما علينا. احنا قلنا دلوقتي ان انت بلاش تدعي المثالية. انا عارفة انك عايز تبقى بيرفكت زي كل الفيديوز وكل الفلوجات وكل حاجة انت بتشوفها على السوشيال ميديا، بس صدقني ده مش حقيقي. هثبت لك. انا دلوقتي لو حابة ان انا اظهر لك ان انا بصلي ال5 فروض وبقرأ قرآن وعلى طول اوضتي رايقة وبشتغل ومعايا فلوس واجيب كل اللي نفسي فيه، قسما بالله اصور لك فلوج اخليك تقول اللي هو ايه ده حياتها مثالية جدا ما فيهاش اي حاجة. ماشي. انما بقى لو انا عايزه اظهر لك ان انا تعبانه مع اني عندي كل ده، لو عايزه اظهر لك اني مش بصلي هظهر لك برضو ده. فالفكره ان السوشيال ميديا انا المتحكمه ان انا هوريك ايه من حياتي. فدلوقتي اللي بيصوروا فلوجات وكل الكلام ده انا بحبهم جدا وبتفرج على الفلوجات دي، بس انا عارفه برضو ان الفلوجات دي بتبقى 99% مش حقيقيه. ده يوم مثالي كده من وسط اسبوع. اوكي. واوقات كمان مش بيبقى مثالي وهي بتصور الحتت المثاليه بس. تمام. فانا ده اللي انا عايزه افهمهولك وافهمهولك، ان انتي مقارنيش حياتك بحد. انا في واحده كلمتني قالت لي انتوا ليه حياتكوا كده؟ انتوا اليوتيوبر اللي حياتكوا كده، مع اني بصراحه ما بعتبرش نفسي من اليوتيوبر. تمام. بس تقولي انتوا ليه حياتكوا كده، كل حاجه نفسكوا فيها بتجيبوها، بتعملوا اللي انتوا عايزينه. اهاليكم موافقه ان انتوا تظهروا على السوشيال ميديا. انا ردي كان عليها بسيط جدا، ان هي ما تحسبنيش منهم. اولا ثانيا انا اهلي وافقوا بعد سنتين يا جماعه، يعني بعد سنتين من الاقناع، يعني من زمان جدا. اوكي. فكل اللي انا طالباه منك، سواء انت طالب تالتة ثانوي سواء انت جامعه سواء انت اعدادي، ما تقارنش حياتك بحد. لان انت لما تقارن حياتك بحد تفضل تقلب في السوشيال ميديا وتفضل تسكرول وكل الكلام ده، انت مش هتوصل لاي حاجه. انت بتكسب غيرك بس. يعني ده اللي انا عايزه اوصله لك، ان انت بتكسب غيرك بس. انت دلوقتي شخص مش مستفاد من السوشيال ميديا. انا دلوقتي وصلت لغايه لو انت مش بتستفاد من السوشيال ميديا امسحها. قسما بالله ملهاش اي عايز، مش بتستفاد منها امسحها. انت دلوقتي مش مستفاد. ليه تفضل عندك حاجه انت مش مستفاد منها ولا ليها اي لازمه؟ اولا بتتفرج بتاخد ذنوب. انت تعرف ان كل فيديو انت سكرول كده وانت بتسكرول، كل فيديو كان عليه اغنيه ولا عليه مثلا بنت مش لابسه كويس ولا ولد قلع النص اللي فوق ولا اي حاجه من دي، كل دي سيئات عندك وعندها. يعني انت ليه تبقى محمل ابلكيشن بيديك سيئات؟ بلاش يعني. سواء انستا سواء تيك توك سواء الريلز بتاع الفيسبوك، ايا كان، بلاش تتفرج على حاجات بتديك ذنوب. هتقول لي عادي، ما كله بيعمل، كله بياخد ذنوب، ربنا هيحاسب كله. هقول لك اه ربنا هيحاسب كله.
انت بتاخد من وقتك، السنة اللي بتعدي ما بترجعش، الدقيقة اللي بتعدي ما بترجعش. وعايزة اقولك ان انت دلوقتي عامل ايه؟ انت عامل اللي يعني بص، انت دلوقتي ولادك بس اللي هيحاسبوا على اختياراتك، سواء انت ولد او بنت، ولادكم اللي هيحاسبوا على اختياراتكم. فاي غلطة انتوا بتعملوها دلوقتي فكروا في ولادكم في المستقبل، لو الحاجة دي ظهرت قدامهم هتبقى حاجة تشرفهم ولا حاجة تعرهم بجد بقى، يعني على بلاط. فاتمنى لو انت بتعمل ايه في حياتك وزنوق ايه في حياتك ارجع لربنا. لو انت لسه خايف وتايه ومش عارفه ايه ممكن تبعتلي وهساعدك، بس المهم ان انت تبدأ وتعمل اللي عليك. ولو محتاج بقى معسكرات او كتب او اي تحفيز وكده، هتلاقيه على قناة التليجرام وجروب الواتس وبرضه على ستوري الانستا. واللي محتاج اي حاجه يبعت لي انستا عشان اكتر مكان برد فيه دلوقتي. وبس كده، بحبكم والله، بس انا كل اللي انا نفسي فيه ان انتوا ترجعوا لربنا. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها لكم. سلام.